ومنها ظاهرة النوادي الليلية التي بدأت تنتشر وتتكاثر بشكل واسع وكبير في الفترة الأخيرة دون أن تستحصل الموافقات الرسمية، مما تعتبر خطوات غير قانونية وغير مصرح بها من قبل الجهات الرسمية. وما يثير الاستغراب الشديد هو التركيز الكبير على منطقة الكرادة، هذه المنطقة المتحفظة المعروفة بالتزامها الديني منذ تاريخ طويل ونسيجها الاجتماعي الخاص، أن يتم التركيز على استحداث مثل هذه النوادي في هذه المنطقة بالتحديد. وقد اطلعت مؤخراً على قائمة للنوادي الليلية غير المرخصة في قاطع الكرادة وحدها، فتبين أنها 72 ملهى ونادي فقط في قاطع الكرادة.